بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الزلفلاون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة البريخة بمنطقة إشبيلية بإسبانيا، من المنطقة الأندلسية، يسعدني أن أتوجه لكم، خاصة للأخوات والإخوان والأحبة والأصدقاء اللي افتقدوني تلك هذه الأيام الخمسة، واللي كثير منهم تألموا. ها أنا بابتسامتي المعهودة وبكل قواي والحمد لله رب العالمين أتوجه لكم ولا قبل كل شيء باش نطمنكم قبل كل شيء. وهذا الفيديو المسجل سيبث على قناة صديقي وأخي أنور مالك، لأني مانيش قادر ندخل القناة ديالي بعد ما ضاعوا مني كل الهواتف والحاسوب، يعني كل الإمكانيات تاعي ضاعت مني، يعني الوسائل تاعي. وبما أني كنت مأمن كل الحسابات الإلكترونية ديالي، سواء صندوق بريد إلكتروني أو قناة أو فيسبوك أو كل مواقع التواصل اللي أنا عندي حسابات فيها، كانت كلها مأمنة بطريقة يعني يصعب دخولها، وليت أنا مانيش قادر ندخلها. لازمني نعاود نجيب المفاتيح وكذا، وهذا راح يخدم مني وقت، لكن ما عليه. كاين خويا أنور مالك ونستغل القناة ديالو على كل حال. والعشية باش نمدو كل التفاصيل تاع هاد العملية اللي كانت تمت بصفقة بين جهاز المخابرات الجزائرية ومخابرات إرهابية طبعا، ومنظمة إرهابية دولية تنشط في إسبانيا، هكذا حتى تقدر باش تتجنب ما تخلي حتى آثار أنه النظام الجزائري اللي هو كان دبر يعني اختطافي. ما عندي حتى عدو، ما كان حتى جهة مستعدة تدفع ثمن باهظ لمنظمة إرهابية باش تخطفني وتسلمني ليها، ما كان حتى جهة إلا النظام الجزائري. ما عنديش هذا، والحمد لله أنا ربي ساترني وربي حافظني. وحتى تدخل جهاز الأمن الإسباني تم بإذن الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى سخر لي هذا الجهاز في مكان ولا واحد كان ينتظر يعني يجي، هما عمرهم ما مشاو للجهة هذيك. على كل حال، عشان ندو كل التفاصيل بإذن الله، شكري لكل الأخوات والإخوان اللي يعني ضامنوا معايا وعبروا عن مشاعر التضامن، وتألموا كثير من اللي تألموا. كل هذا نتكلم عليه هذا المساء بإذن الله. تحياتي لكم.